السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل وصفة سهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة داود باشا بطريقة سهلة جدا، وصفة جميلة ولذيذة وكلنا بنحبها كبار وصغيرين. عندي المقادير بتاعتي ده نص كيلو من اللحمة المفرومة. هحط عليه بصلاية مبشورة، بس هنستخدم تفل البصل بس، المية لا، عشان احنا بنعملها ما تفكش مننا. وهنزل بعد كده بالبهارات بتاعتي. عندي ملح وفلفل وشويه من السبع بهارات. وهنزل بعد كده المكون ان انا دايما بستخدمه للكفته، معلقه كبيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكفته هشه من جوه وخفيفه وما بتبقاش مكتومه. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض ونحاول نعملها كده لمدة 5 دقايق علشان لما نيجي نكورها ما تفكش منك. الخطوة دي مهمة جدا لأي كفتة بتعمليها. هي كده أصبحت تقريبا جاهزة خلاص معانا. هنكورها كور صغيرة ومش كبيرة، يعني كده تبقى الوسط كده بالشكل ده. النص كيلو لحمة هيطلع معاكي كمية حلوة جدا مش وحشة. بقى كل الكفته اللي معانا كده بالشكل ده وهرجع لكم تاني. بعد ما كورنا الكفته بتاعتنا كلها كده بالشكل ده، هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. لازم نغلف الكفته بتاعتنا بالدقيق كده بالشكل ده، وننزل منها الدقيق كويس عشان لما نيجي نحطها في الزيت ونحمرها الدقيق ما يتحرقش في الزيت، ما يسودش. هنعملها برضو كلها كده، وبعد كده هنروح بقى على الزيت، طاسه على النار، ونبتدي نحمر الكفته بتاعتنا. عندي الطاسه بتاعتي فيها زيت على النار. هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نحمر الكفته. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله مفيش ولا واحده فيهم فكت. بعد ما الاقيها خدت لون من تحت نفضل نقلبها كده بالراحه. سيبها بس كمان شويه وبعد كده هنطلعها. هي كده لونها حلو قوي معايا. نبتدي بقى اطلعها. ما شاء الله ولا واحده فيها فكت. في نفس الطاسه اللي حمرت فيها الكفته هنزل بمعلقه كبيره من الثوم. هنزل بعد كده بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليه بقى شويه من التوابل، نفس التوابل اللي احنا حطيناها على الكفته، ملح وفلفل وشويه من السبع بهارات. وهنسيب الطماطم لما تتسبك شويه وبعد كده هننزل بالكفته. هحط التوابل واقلبها تقليبه بسيطه خالص، واسيبها تدي وتاخد مع بعضها كده لحد ما تتسبك تسبيكه حلوه. وهنزل بعد كده بمعلقه واحده بس من الصلصه، وهنزل بالكفته. بعد الطماطم ما خدت تسبيكه معانا كده هنزل عليها بمعلقه كبيره من الصلصه. والله ريحتها طالعه جميله ما شاء الله. هنزل بعد كده بقى بالكفته. وهسيبها على النار 10 دقايق بالظبط، وبعد كده هطفي بقى عليها. ممكن بقى هنقدمها، انا عندي رز ابيض هقدمها مع رز ابيض، ممكن نقدمها مع مكرونه مع رز بالشعريه، بتبقى جميله جدا جدا. وصفه تحفه بصراحه، جربوها حلوه قوي. هنسيبها كده 10 دقايق وهنطلعها. هي كده خلاص اصبحت جاهزه واستوت تمام. هنغرب بقى طبقنا. عندي الصينيه بتاعتي اللي هغرف فيها، انا هحط الطبق ده كده
بسم الله. وهغرب بقى الرز، هحطه كده حوالين الطبق. خلاص غرفنا الرز، هنبتدي بقى نقلبه في الطبق التقديم بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي بقى نحط الكفته بتاعتنا. وصفه في منتهى الجمال ما شاء الله، جميله جدا. عملنا مع بعض النهارده كفته داوود باشا، طريقه سهله وجميله. قدمت معاها رز ابيض. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. بتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه. ممكن نحط عليها شويه كده بقدونس، نزينها كده من على الوش. كان معاكم نوره وليد، انتظروني في وصفات احسن ان شاء الله، اقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.